ما هو ما يبقاش الزمالك لو ما تأهلش للسيمي فاينل بالشكل اللي تأهل بيه ده. هو الزمالك موعود بالسيناريوهات دي، هي دي الجينات بتاعت الزمالك. وبصوا بقى، انا مش هتكلم في اي حاجه ليها علاقه لا بفنيات ولا اي حاجه ليها علاقه بالكوره. انا هتكلم باحلى حاجه في الكوره، او عن احلى حاجه في الكوره، واحلى حاجه انت ممكن تشوفها النهارده في الماتش ومن اول الموسم مع فرقه الزمالك. وهي جمهور الزمالك يا جماعه. فعلا مفيش جديد يتقال ولا قديم يتعاد. جمهور الزمالك عظمه على عظمه على عظمه. كرم ربنا سبحانه وتعالى على اللعيبه دي وعلى الفرقه دي بالجمهور العظيم ده. السبب الاول في ان الزمالك واقف على رجله لغايه النهارده، والسبب الاول ان الزمالك موجود في نص نهائي الكونفدراليه. يا جماعه الجمهور ده، وايه الحلاوه دي، وايه التشجيع ده، وايه الاعلام دي، وايه التيفو ده وايه اللي عمله جمهور الزمالك لما اطرد محمد صبحي، اللي انا برضه مش فاهم هو يعني دماغه جابته ازاي انه يعمل كده. وسيف الجزيري اللي ضيع انفرادين يعني كانوا يخلصوا الماتش. بس في الاخر جمهور الزمالك وهو بيشجع لما اطرد محمد صبحي، ده اكنه هو اللي بيلعب. فالفوز النهارده والانتصارات اللي بيعملها الزمالك دي تخص الجمهور العظيم بتاع نادي الزمالك. دول اللي بجد يستاهلوا كل تحية على وقوفهم جنب الزمالك في الوحشة قبل الحلوة.